هاي حلوين، عاملين ايه؟ معروف طبعا ان الشتاء محتاج دفء، واحلى دفء بقى يجي لما نضرب سندوتشين كبده وسجق كده على السريع، وخاصه بقى لو من عند مين؟ من عند عز المنوفي. عشان كده جولتنا النهارده عند عز المنوفي. ما شاء الله عز المنوفي معروف وفروعه كتير. احنا بقى رحنا فرع منتزه الطاهره سرايا القبه. المنيو صغيره، سجق وكبده ولحمه تقدروا تلموها، لكن بقى اللي مش هتعرفوا تلموه خالص هو حجم وحشو السندوتشات. هو مش رغيف فينو كده فيه حتتين ومعلقه طحينه، الحشو عند عز المنوفي خارج من الفينو والطحينه مغرقاه. السجق عنده اسكندراني ومدخن ومفروم، والتلاته ما يتخيروش عن بعض في الطعامه طبعا. الكبده بقى مع قرنين فلفل هتحسوا نفسكم في اغسطس من اول قطمه. الجديد بقى ان عز المنوفي عامل سندوتش لحمه. انا اول ما اكلته افتكرت زمان كده في العزايم لما ماما كانت بتصبرنا بلحمه في الفينو مع شويه ملح كده. لكن بقى اللحمه عند عز المنوفي مش تصبيره خالص، دي رجعتني كده لطعامه 20 سنه فاتوا، اكني دخلت جوه فيلم الفار الطباخ. ما ينفعش بقى تعملوا كرش حادق بس، انتوا بقى لازم تطلبوا 15 كده 20 رغيف سكالانس قشطه.